أهلا وسهلا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا حاجة حلوة بنينة اقتصادية وتحضر معنا فيسع، اللي هي طارت باللوز. بنا ما نحكي لكمش، اقعدوا معايا باش نشوفوا طريقة التحضير والمقادير. عنا هنا في بول كبير 120 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، باش نزيدوا عليها 60 جرام سكر جلاس، ونبقاو نحركوا فيهم حتى لين يندمجوا مع بعضهم. وكان أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بعد ما خدمنا الزبدة مع السكر جلاش باش نزيدو ساشي سكر فاني. عندي كعب عظم لهنا تو باش نركضها شوية. باش نحركوها شوية بالسباتيول وبعديك نخدموها بالضرب الكهربائي. باش نقعدوا نركضوا فيها بالطريقة هذه كيما تراو حتى لين الزبدة والعظم يتجانسوا مع بعضهم، يوليو كيما الكريمة. عندنا 220 جرام فرينة باش نبداو نزيدو فيها بشوية بشوية. عندنا نص مغرفة صغيرة خميرة كيميائية، ورشة صغيرة ملح. نبداو توا نلمدو في البات بالسباتيول قبل، وبعديكا نعملوها بيدينا ما نعجنوش، جوست نلمدو هو باش ما تجيناش من بعد البات يابسة. باش نبدا نلمد فيها بيدي خير. كما قلت لكم ما تعجنوش، لمدو هو. باش نخلوها شوية ترتاح وبعد نحلوها على بابي كويسون. البات لازم تكون ليه خشينة برشا وليه جويدة برشا.
باش نجيبو المول اللي باش نطيبو فيه وباش نقلبو فيه الباط ونستوها بيدينا. باش نحيو هاك الزايد اللي على جناب ونستووها مليح ومن بعديكا نقبوها بالفرشيطة. كيما تراو طريقة سهلة ماهيش صعيبة حتى طرف. بالنسبة للوز عندي 200 غرام لوز باش نرحيوهم لين يوليو بودر. باش نزيد عليهم شطر مغرفة خميرة كيميائية، 60 غرام سكر جلاس، ومغرفة فرينة، ورشة ملح، ومش نبداو نحركو في النواشف الكل مع بعضهم. باش نزيدو سكر فاني، نخليوهم على جنب. عندي هنا 120 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة كما تشوفوا ذايبة شوية، باش نخدموها شوية. ومن بعد نبداو نزيدو في العظم بشوي بشوي. زدت الكعبة الأولانية، أنا الكل في الكل استعملت كعبتين عظم. توا باش نجيبو النواشف اللي خلطناهم باش نزيدو عليهم الزبدة والعظم اللي ركضناهم مع بعضهم، ونبداو نلمدو في الخليط. نبداو نلمدو لين يندمج الخليط مليح مع بعضه. نجيبو توا المول بتاعنا باش نحطو فيه الخليط اللي عملناه. كيما تراو ساهلة الريسيت ما فيها حتى شي، طريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله عجبتكم الريسيت يا ربي وتشاركوها مع اصحابكم. هنا عندي اموندي فيلي باش نزين بها من الفوق، تعطينا تقرميشة بنينة من بعد. وباش نحطوها في فور على 180 درجة يشعل من اللوطة ومن الفوق مدة 4 5 دراج يكون حاضر معنا.
كيما تراو التارت بتاعنا حاضرة، حمارت مليح من الفوق، لونها مزيان يشهي، عندي شوية معجون أبريكو باش ندهن شوية من الفوق، اختياري اللي يحب ما يعملش ما يعملش. إن شاء الله تجربوها وتقولوا لي شنيا رايكم. إن شاء الله في روسيت جديدة وفي دبارة جديدة، نخليكم في أمان الله.